بص، لو انت من الناس اللي بقت تصحى الصبح ومش طايقه الشغل، حاسس ان مفيش طاقه، مفيش شغف، وكل يوم بيعدي كانه نسخه من اللي قبله، فانت مش لوحدك. واهم حاجه ان ده طبيعي ولازم تعرف كده. مش طبيعي ابدا انك تبقى متحمس كل يوم، مفيش حد كده في الدنيا. حتى الناس اللي بتحب شغلها قوي بيجي عليهم وقت وبيحسوا انهم تعبانين، انهم مرهقين. بس الفرق الحقيقي ان الناس دي لما بيعدي عليهم الاحساس ده بيفتكروا ليه بداوا من الاول اصلا. تعال اقول لك على حاجه. فاكر اول مره كنت بتدور فيها على شغل؟ فاكر لما كنت بتقدم على شركات وبتتمنى بس ان حد يرد عليك؟ فاكر اول عرض شغل جالك حسيت بايه ساعتها؟ كنت مبسوط ومش مصدق ومتحمس، حاسس انك بدات رحله جديده حتى لو صغيره بس بدات. بس مع الوقت المهام زادت والضغط كتر والناس ما بقتش تقول شكرا والاهداف بقت ارقام والمشاعر اختفت وسط الزحمه، وبدات تحس ان الشغل ده تقيل عليك وانك مش حابه وانك بتشتغل بس علشان لازم مش علشان انت عايز. بس الحقيقه في حاجه جواك لسه فاكره انت ليه بدات علشان نفسك، بدات علشان تساعد اهلك، وبدات علشان تبني مستقبل افضل ليك، وبدات عشان تثبت للناس ان انت فعلا تقدر. فالنهارده لو حاسس ان انت تايه مش لازم ترجع الحماس كله، بس على الاقل افتكر النقطه اللي انت بدات منها، ولما تفتكر ارجع ابني على الفكره دي تاني وقول لنفسك انا دلوقتي مش في افضل حالاتي، تمام، بس انا مش واقف في مكاني، انا اتحركت وتعبت وسعيت واشتغلت ولسه هكمل. كل تعبك ما كانش على الفاضي، وكل لحظه اشتغلت فيها بضمير بتحسب لك حتى لو مفيش تسقيف. الحياه العمليه مش دايما مليانه شغف ومش دايما بتحس ان انت مبسوط فيها، بس فيها قيمه وفيها معنى. لو عرفت تدور عليهم هترتاح كتير. وجمل يومك بحاجات بسيطه زي كوبايه قهوه بتحبها، مكتب مترتب، كلمه حلوه تقولها لزميلك، انجاز صغير تفرح بيه حتى لو محدش شافه. وصدقني اللي بيكمل مش دايما المتحمس، اللي بيكمل هو اللي فاكر هو بيعمل ايه. فلو الفيديو ده وصل لقلبك اقعد مع نفسك واسال نفسك بصوت هادي انا بدات ليه، وخلي الاجابه دي هي وقودك الفتره اللي جايه. واكتب لي في الكومنتات ايه اللي خلى قلبك يدق اول مره اشتغلت، وايه اللي انت محتاج تفتكره النهارده علشان تعرف تكمل لبكره. وافتكر انك مش لوحدك وانت مش فاشل، انت بس محتاج تفكر نفسك هي ليه بدات.